كنز بالنسبة لي، لازم أول لمّا ألاقيه أجري على طول وأجيبه نوع السمك ده بصراحة، لإني باحبه ومن النادر جدًا لمّا بالاقيه. بصراحة دوّة اللي هو السمك الشخورة البلدي، طبعًا هو مشهور جدًا بس المُتلّج، نادر جدًا لمّا بالاقيه بيكون اللي هو البلدي دوّة بصراحة، وأول لمّا بالاقيه باجري على طول لازم وأجيبه. لأ والنهارده كمان جِبته وطلعت جوّاه حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. أنا نسمة، يا ريت لو أنتم أول مرّة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان خاطر ييجي لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بانزّله. بُصّوا بقى لقيت جوّاه إيه، لقيت جوّاه بطاريخ، أول مرّة بصراحة أجيبه بلدي ويكون جوّاه بطريخ، ما شاء الله البطاريخ بتاعته كبيرة كده وكانت بصراحة ما فتحتش واحدة إلا ولقيت جوّاها بطروخ، ما شاء الله اللهم بارك، بجد حقيقي كان تحفة. غسلته كويس جدًا ونضّفته بالمَيّة والملح والليمون ونقعته، هاعمل بقى التتبيلة بتاعته، يا ريت تكمّلوا الفيديو للآخر علشان خاطر تشوفوا طريقة الآلية بتاعته، عملته بطريقة مختلفة، بصراحة كانت حلوة جدًا وأتمنى تعملوها في طريقة كل السمك بالطريقة دي. طبعًا هنا أنا جِبت الفلفل الحراق بتاعي وجِبت التوم وجِبت الملح وجِبت كمان معلقة ونُص من الكمون وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والليمون، وهاضربهم مع بعض كويس جدًا في الكبة، ودي أبسط طريقة للحشوة بتاعة السمك، وطبعًا حطيت هنا ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهاحط بقى بعد ما ضربتهم كويس جدًا هاحط معلقة صغيرة من الزيت، وبعد كده باجيب التتبيلة بتاعتي وباحطها على السمك من برّه كده، وكمان باحشي قلبها من جوّه، طبعًا أنا شايلة الخياشيم وزي ما قُلت لكم منضفاها كويس جدًا، وهاحشيها وكمان هاجيب البطروخ بتاعي دوّة وهاحطه برضه في التتبيلة بتاعتي عشان خاطر هاقليه. هنا بقى هاجيب الدقيق بتاعي حطيت معلقة بودرة بصل، معلقة بودرة توم، ربع معلقة صغيرة من الكاري، ونُص معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الكركم، وكمان هاملّحها نُص معلقة كده من الملح، وربع معلقة من الكمون، وربع معلقة من الكزبرة الناشفة، وهاقلّب مع بعض دول كويس جدًا. وهاجيب بقى هنا جنبي بولة كده فيها مَيّة زي ما أنتم شايفين، وهاجيب السمك بتاعي، أنا على فكرة ما قعّدتوش وقت طويل في التتبيلة، لإني كنت مستعجلة بصراحة وعايزة آكله زي ما قُلت لكم إن أنا باحبه جدًا. طبعًا أنا هاقلي على قدّي هنا وهاسيب الباقي بقى لحد أمّا الأولاد ييجوا عشان خاطر نتغدى كلنا مع بعض تاني. هنا بقى باحط السمك كده زي ما أنتم شايفين في الدقيق بتاعي بعد ما بهّرت الدقيق كويس زي ما أنتم شُفتوا، وهاحطه بقى أغطّسه في المَيّة كده وبعد كده هارجّعه تاني في الدقيق. طبعًا الطريقة ديّة مختلفة تمامًا عن لمّا بنحطه في الدقيق كده عادي وبعد كده بنقليه، لأ هنا الطريقة مختلفة هتشوفوه كمان كُلّه كده لونه حلو جدًا وماسك زي اللي هو السمك اللي بنشتريه جاهز كده لمّا بيكون جايبينه جاهز مقلي من برّه، بيكون شكله مختلف كده تحس إن هو مختلف عن لمّا بنعمله في البيت، عملته بالطريقة دي بجد كان حلو. طبعًا هنا الزيت بتاعي كان سخن ومش درجة حرارته عالية جامد أوي، يعني الحرارة متوسطة، وما باقلبش خالص السمك إلا لمّا أشوف إن هو أخد لون من الجنب، يعني يبقى من عند الديل كده بيكون لونه بيبتدي يحمر كده زي ما أنتم شايفين، في الوقت دوّة بقى باقلبه، ما استحالة إن أنا أقلبه قبل كده علشان خاطر ما يتهريش مني ويتقطّع. بُصّوا بقى بالمنظر ده بيكون شكله حلو جدًا، لو أنتم عملتوا جرّبوا كده تعملوا بالطريقة ديّة وتجرّبوا تعملوا بالطريقة العادية اللي إحنا كنا بنعمل بيها، هتحسوا إن في اختلاف في الشكل تمامًا. بُصّوا ما شاء الله بجد حلو، أتمنى تجرّبوه، يا ريت ما تنسوش لايك وشير لو عجبتكم الوصفة، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان خاطر ييجي لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بانزّله. طبعًا هنا أنا عملت جنبه السلطة والرز بتاعنا أبو بصلة. وطبعًا أنا قليت كمان البطاريخ، عملتها كورة كده شبه الفلافل في الدقيق برضه، حطيتها في المَيّة زي ما عملت في السمك بالضبط، غطستها برضه وعملتها تاني في الدقيق، وكانت حلوة جدًا حقيقي بجد، أتمنى تجربوها، وبالهنا والشفا على اللي هيجربها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.